ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده طبعا هنعمل مع بعض حاجه كلنا بنحبها، وكتير مننا ما بيعرفش يعملها في البيت عشان بتطلع معاه ناشفه. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله كفته الفراخ، وهعرفك ازاي تطلع طريه وطعمها جوسي جدا، وهتطلع ان شاء الله معانا حلوه. بس الاول مره يتابعني يا ريت يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. تعالوا نشوفوا هنعملها مع بعض ازاي. انا هنا معايا نص كيلو فراخ مفرومة. طبعا انت ممكن تجيبي الفرخة وتخليها وتفرميها وتحطي عليها ليا. ده اللي بيتعمل الطبيعي يعني. تمام. ويا ريت تكون الفراخ صدور ووراك، يعني ما تحطيش صدور بس عشان هتبقى ناشفة معاكي، مش هتبقى طرية معاكي. هتيجي تقطميها هتلاقيها ناشفة. تمام. فاللي وراك بتديها طراوة الى حد ما. هنا معانا بصلاية متوسطة، مش كبيرة قوي. وهنحط عليها فلفل الوان حوالي، يعني ايه، انا حاطه حوالي قرن، يعني قرن فلفل واحد، مقسماه نصه اصفر ونصه احمر. تمام. وهنحط كمان 4 فصوص توم بالظبط، بس 4 حجمهم متوسط يعني مش كبار قوي. هنفرمهم بالشكل ده في الكبة. انا عايزة البصلة تكون فرمها ناعم، مش عايزاها تكون فرمها خشن، عايزاها تكون فرمها ناعم. هبتدي انزل البصل اللي طلع على جوانب الكبة علشان يبقى كله واخد فرمة واحدة، لان اللي فوق اكيد ما اتفرمش فخشن. وهضربه كمان مرة. هديله ضربة بسيطة خالص عشان ياخد كله نعومية واحدة. انا هنا بقى اما هاجي استعمل البصل هستعمله بميته بصراحة. المية دي هي اللي بتحافظ على طراوة الفراخ، وبتخليها تطلع معاكي طرية من جوه مش ناشفة. انا بحس اما بصفي تفل البصل، بحسه ان هو بيتفل الكفتة، بتطلع معانا متفلة وناشفة. فانا ما بحبش اصفيه. بس لو حسيتي ان المية طلعت معاكي بزيادة، صفي جزء منه وسيبي الجزء التاني عشان ما تطلعش معانا ناشفة. انا هنا نزلت بالفلفل والبصل والثوم بالشكل ده كده. هضيف عليها الخضرة. انا معايا هنا حزمة خضرة، بقدونس. التوابل بقى اللي ضفتها عليها ملح فلفل كزبرة ناشفة، وكيس من بهارات كنور اللي هي ال11 بهار. اديتها طعم حلو جدا. بتضيف الكيس كله، وهنقلبها بقى كويس جدا لغاية ما ندخل كل المكونات في بعضها وتبقى ناعمة معانا قوي. قلبي فيها لغاية ما كل المكونات تمسك في بعض، وتتأكدي ان هي شربت من التوابل كلها والبصلة. واي انا كنت لقيت هنا جزء ما اتفرمش، بصلايه حته ما اتفرمتش فشلتها. المهم توصل معاكي ان هي تتشكل معاكي عجينه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا بقى انا كنت عملتها صوابع وحطيتها في الفريزر، اتمسكت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى عليها في الجريل، بس اهم شيء نحط الجريل ونتاكد ان هو سخن بالشكل ده كده. تمام. ما نحطهاش بارده عشان ما تنزلش ميه. وهنبتدي نحطها على الجريل بالشكل ده كده. واول ما هتاخد لون هنقلبها على الجنب التاني. كده خلاص هي بدأت تاخد لون، هنقلبها. وزي ما احنا عارفين ان احنا بنقلب الكفتة على ال4 جوانب عشان
تاخد سوا من كل الاتجاهات بتاعتها، ما يبقاش جزء مستوي وجزء لا. هنزل بقى بقيه الكفته اللي كانت لسه ما اتحطتش، لان طبعا هي الكفته بتكش الى حد ما. شايفين الصوابع بتاعتها متماسكه ازاي؟ وهنقلب برضو تاني، هنبتدي بقى نوقفها على الجناب بالشكل ده كده. المهم اتاكد ان هي قلبتها على الاربع جوانب بتوعها، ده اهم شيء بالنسبه لي. النار في الاول بتبقى عاليه وبعد كده بخليها متوسطه، ما بهديش عليها النار قوي عشان ما تنزلش ميه. هي كده خلاص، انا قلبتها على الاربع جوانب واستوت. هنبتدي بقى نرصها. شايفين طالعه متماسكه ازاي؟ وفي نفس الوقت هتلاقيها من جوه طريه، انا هوريها لكم دلوقتي. طبعا بقى الكفته بيتاكل معاها طحينه وبيتاكل معاها سلطه. المشويات عموما بتحب العيش، انا يوميها كلتها بعيش بصراحه، بس كان طعمها خطير. هنحط بقى حبه سلطه كده في النص، ونظبط الطبق بتاعنا، ويا سلام على حبه عيش بلدي، ونعيش بقى مع نفسنا كده بصراحه. وكده الطبق بتاعنا خلاص خلص وجهز. انا دلوقتي هقطع واحده اوريها لكم، هتلاقوها طريه جدا من جوه. شايفين عامله ازاي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.